كيف ليش خاني ملح وعيش ومسترح بعيش وهو ظلم إنسان. الحياة ظروف من أمان وخوف، من صبر يشوف الفرق عنوان. على مهلك حياتك يوم هيلك، ولازم يوم مشلك في صبرك والزمان يدور. ولو نشكي ونبكي ولو نحكي ونحكي لنا الدنيا مقسم من ألم وسرور. وانت تدري عاشي طول العمر يجري في شقاء، بس ماشي دغري ولو تعب واهتان. من بنى في الظلم الثروة غيره ببلوى، تنفعه رشوة لو يكون من كان. على مهلك حياتك يوم هيلك، ولازم يوم مشلك في صبرك والزمان يدور. لو نشكي ونبكي ولو نحكي لنا الدنيا مقسم من ألم وسرور. كم وكم وانت تدري عاشي طول العمر يجري في شقاء، بس ماشي دغري ولو تعب واهتان. من بنى في الظلم الثروة غيره ببلوى، تنفعه رشوة لو يكون من كان. على مهلك حياتك يوم هيلك، ولازم يوم مشلك في صبرك والزمان يدور. لو نشكي ونبكي ولو نحكي لنا الدنيا مقسم من ألم وسرور. تسكت عن الحق يا نبيل، لكن والله ما أسكت. والليلة هذه يرجع الحق لأصحابه. يا نبيل، يا نبيل الجن. مين جادي ماريا؟ ما أنتي دارية ولا؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. العمارة حقنا أصبحت ترند. تقولي الخبر هذا صدق ولا كذب؟ كذب. والله ما كذاب بالعمارة هذه إلا أنت يا نبيل. مين جادي ماريا؟ تهوتي؟ أيوة تهوتو لما تمت الصفقة. البرشا ما معه صفقات هذه المرة. أنتي بحشيش لا مع؟ لا، ما قصدش صفقة برشلونة، صفقتك أنت. صفقات مي؟ صفقة اللاعب الجليل قائد، صفقة سكوتك عن الحق بهذا العقد يا نبيل. هي حصلت العقد؟ أنا كنت شاكك من زمان إنه في شي بينك وبين قائد، ولا قائد اللي يجي يرق الباب رقوق ويكسره فوق راسك عشان الإيجارات، يجي مذلول لا عندك وأنت تاكل حرام. إنما جيت الله علي أنا لامي، أنا قلت ترزق عادي ميبو. اخس، وعادوا لك عين تتكلم. الله يلعن الرزق لو هو بيجي بالحرام. ما لها الجني هذا؟ ودي ماريا. السلام عليكم. حياك يا علوشي، حياك. كيفك؟ الحمد لله. ما قلنا لك من زمان العمارة عقناها في الكتكوت وهذا ما صدقتوناش. الله يخليك. وطلع ترند واخيرا الحق بيرجع لي اهله ان شاء الله. والله وضحكت لك الدنيا. الله يخليك. بس لا تنسانا شعبك شقة فاضي. مكانك فاضي بناديك الايام؟ اكيد. هذا هيك قبل فتره ويشتي شقه فاضي، فشكله فاضي عاد. الله يخليك. حياك يا قلبي، حياك. هذا هو الموضوع اللي عاد تدخلنا. لا تنسانا يا علوشي. ها والله استهرتوا يا عم، استهرت والله. ترند هذا. ايش اسمك؟ كيف اسمك؟
ما اسمك ما قد تعمل. انت بيع البلاس. بيع البلاس. انت بتضيع الصعبة انت. شوف هذا بعض الناس ما يقدروش الشهرة وما يقدروش الترند. الله يخليك. عموما لا تقلقوش ولا شيء. عاد الحين احنا دايرين انه العمارة حقنا او العمارة مش حقنا، هل العمارة العمي مش العمي. ان شاء الله الى ان يعني الايام القادمة تفصح بالخبر اليقين. استأذنكم انا ان شاء الله، لان بطلع انظف الدرج قبل ما يجي عمي فينظفني بعدين من استأذنكم. الله يخليكم. انا بكمل لكم مكان عمي علوش طبعا، واصرح لاول مره عن موضوع مهم جدا للصحافه. هو من زاويتين، يعني لو نظرتوا له من زاويه غير لما تشوفوه من الزاويه الاخرى تماما. فمش موضوع عماره بس، الموضوع موضوع ديون، موضوع نصب واحتيال. عمهم قاعد واحد سالك كان يشيلها في الكل يعني. يا ترى تصالح ويا اصحابي. ها كمان انت اعتقدت تصدق الاطفال هذا تقولوا لي مؤتمرات؟ ها واحد قول لي وين قد شفت واحد يشبهك؟ في واحد يقرب لك ولا حاجه ولا اقاله؟ ها قل لي ايش يقرب لك هذاك اللي يجي بوسائل التواصل اللي يقول له ايش الجديد يا عم ناصر؟ الجديد بحاطه اقسم بالله لو اشوف واحد بعمارتي يتآمر عليها قسما بالله لا اقتل ابوه هنا ولا اموت هنا. هذه عمارتي عمارة قائد. يابا شوف العقد حق الشقة حقنا، يمكن نلاقي شيء يثبت انه العمارة حق علوش. ايش من عقد ايجار يا بنتي؟ اصلا علوش هو اللي جابنا للعمارة، جابنا وقد عمه قايد متملك وغير كل العقود باسمه، ولا لا يا سماح؟ يعني انت من صدقك وانت من صدقك يا دكتورة ان العمارة حق البواب علوش؟ يا دكتورة لا تضيعي سنينك سدى، عيب. وبعدين انت وعلوش علك لا هو صدق. شوفنا الترند واجيت وانا كنت مقاول بهذه العمارة، وانا اشهد ان الاوراق والسندات والعقود باسم نايف. قل له يبطل. كان يجلس يماطلنا، كل ما اطلب منه دفعة من حق الحديد يمكننا. اخي نايف ما حولنيش بالبياس، قلت له ايش دخلك نايف؟ انت صاحب العمارة. قال لي لا اخي نايف هو صاحب العمارة، انا اللي وكيل. انا ها وكيل؟ ها كذاب لغفك ولغفك وكذاب كذابين. انا كنت اماطلكم، ها كنتوا اماطلكم. انتم اصلا غشاشين، تشتغلوا وتنهبوا بس الناس. هذه عمارتي هنا، عمارتي، واي واحد بيتحكي عن عمارتي اقسم بالله لا انهي. تسمعوا كلام؟ تسمعوا لا؟ حصل الحق والترند انطلق. وانا بقول في المضحك شهاده لله بالله، انا هنا من ذو فتره من قبل ما تبتني العماره، وشاهد وعارف كل الناس دارين على انه اللي مشتري الارضيه نايب الكتكوت وهي حقه. إصابة، ها إصابة. يلا برا عن عمارتي، برا عن الصلعة دي، برا. شفت يا علوش؟ هذا ولا كنت اجيبهم يشتغلوا عندي بالعماره، تمام، ويشتغلوا كله غش ويشوا حساب على حسب هواهم. كلاب غشاشين. لكن قل لي ايش الذي جاب ابوتهم لهنا؟ الشعر ايش جابهم؟ والله اللي جابهم يا عم البث حق ابنك وليد. ليش؟ بث ابنك وليد. بث ابن وليد. مساكين كانوا تابعوا مأساتي. مأساتك. أعوذ بالله. إنك بتكشفنا ترى. يلا امشي. قلنا انتبه أنت والبث هذا. والله إن العمارة حق أبي، يعني الناس كلهم كذابين وعمي اللي صادق. فانزاتي متابعيني لكل بداية نهاية.
أنا طبعا تعرضت للضرب والتعنيف من جماعة إرهابية. مش قادر أقول اسم الجماعة لظروف شخصية. عزمي ايش يكتب؟ ضربك أبوك. عزمي دائما هذا يقهرنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. ايش قال زيد؟ أبوك سرق عمارة في العمة. لا حول ولا قوة. أنا مضطر إن أنا أغلق جميع حساباتي وأراجع حساباتي وداعا فنزاتي. والله ماني داري مو أقول لك يا فرح. يعني الناس هذول كلهم اللي أقول شاهدوا إن العمارة دي حقنا، وعمي هكذا يتصرف ببرود ولا كأنه مخبي علينا ولا كأنه بوشي، وتطلع هذه العمارة حقنا. أبي إيش ممكن يكون مخبي علينا ثانيا يوم علوش؟ واللي قاهرني إنه ما مش معنا ولا إثبات يدل على إنه هذه العمارة حقنا ولا لا. وعمي ماني ما فهمتوش عمي هذا، مرة تمام مرة مش تمام، مرة طيب مرة مش طيب، مرة صالح مرة طالح، مرة ما فهمتوش. شفتي انتي مو عمل معك انتي وعلوش، علشان يزعل علوش رح زوجك من وليد، وعلشان يصالح علوش رح طلقك من وليد. كذاب. أنا الذي خليته يطلقني. انتي؟ ليش؟ روحي اسألي وليد. على فكرة يا علياء، عمكم هذا يكذب عليكم، وهو أصلا حق لف ودوران. كل الدلائل تدل إنه هذه العمارة حقكم، وعمكم هذا أصلا إحنا نعرفه من زمان، ما بشمعوه شيء، كان حراف نتاف. وإحنا كمان نعرفه. ولا نسيتي إنه كان يجي عندنا كل شهر عشان يشل له قليل مصروف يمشي أموره وعياله؟ خلاني مستغربة أني كيف طلع هذه العمارة. منو ذل؟ ناويين تهربوا علي يا علوش ها؟ ناويين تهربوا يا علوش؟ منو قال لك الكلام هذا؟ منو قال؟ عمك بلغنا، اتصل له وبلغنا. عمي قائد؟ ايوه كذاب. لا مش انه كذاب، وانا اسف وكلامه صحيح. احنا كنا ناويين نهرب، صح ولا لا؟ ناويين بس نية. وانما العمل بالنيات، ولكن بعد ما درينا انه العماره هذه طلعت حقنا وحق ابونا، لا يمكن عندنا هرب من العماره هذه. مكاننا. ما شاء الله. على فكره بهذه المناسبه، اول من يستلم العماره ويرجع الحق لاصحابه علق حلقك علي. علوش اقسم بالله معك يومين والله معك يومين. لو ما نديتوش باقي الفلوس. عارف ايش تدفن علوش واخته؟ لا تذكريش الاخت. الله ما شاء الله. كم معك يومين، وانت بتفكر تخرج من البيت ولا تهرب؟ لا شو بنفكر؟ عيوني وراقب كل مكان. معك عيون غرادين مليان. ما شاء الله عيونك كتير. علوش خلص اضبط اختك. عيب والله لو تفكروا بس تفكير يومين لا ثالث لهما. فلوسي قد عندي. ان شاء الله اول ما نستلم العماره اوعدك نسدد القسط وباقي الدين كامل نبرد المتبي. يومين. مش معقول بيومي في قراءات. والله يا علوش يومين. ما دام قد حلفت خلاص صح. ايوه استمر معي شويه. ماله ماشي شي مزاح؟ مدري. فرح انا جيت اودعك، انا وعليا بنخرج من العماره. ليش؟ عمي الله لا سامحه، راح قال لي الشفاف ان احنا هاربين من العماره، وانت داري بالضجه اللي حاصل وكذا على العماره مع عماره. الشفاف جاء وحلف يمين اذا ما دفعنا له كل الفلوس باقي فلوسه كامل، ما احناش قادرين ندفع اقساط، ندفع له فلوسه كامل، اذا ما دفعناش بيقتلني انا وعليا. الحين لازم نهرب. طيب فين بتروحوا؟ ما نشوف اي مكان. طيب ليش ما تروحش عند ابو عادل؟ مشكله ابو عادل خرج، لا اخذنا عنوانه ولا رقم تلفونه. طيب
طيب الآن إيش بتعملوا؟ أنا وعليا كذا محوشين قرشين بنروح مع أي مكان كذا ندبر حالنا يومين لما ربي يسهلها. تمام. يتودعك أنت بي عمي يدري ولا عمتي؟ لا ما بتدريش ولا بقول له. الله يحفظك. تكير. الله معك. الله يعينك يا علوش. هي قمي الشفاف. ها وين رايحين؟ ها؟ لا وين رايحين؟ ايش يا عم بس قمي الشفاف نهرب. الشفاف شقتلني احنا شي تحبسني احنا يا عم. شقتلكم ها؟ شقتلكم لازم تحبطوني هنا وتعملوا لي مشاكل. سددوا الدين اللي عليكم على الأقل، مش حملوا لي المسؤولية. منين؟ لا أهلا بقائد. أهلا وسهلا. يا دولة عيال أخي، تفضل صفي حسابك معهم. شلهم هم الحقائب وشوف الديون حقك عليك. تفضل. يا عم. لا والله العظيم والله أقسم بالله إن إحنا كنا يعني شوف إحنا كنا رايحين مشوار صغير بابا بنصلح الشنطة. نخيطين أيوه تخيطوا عشان ما شاء الله. يا هذه ما شاء الله. شفت؟ أقول يا قائد عيال أخي نايف. عيال أخوك نايف؟ أيوه. مسرع هكذا تغيرت. كيف كذا؟ ايش الفلوس سددوا كله. سددوا الفلوس؟ برنامج الصدمة. هذا برنامج الصدمة أكيد. منو اللي سدد الدين هذا؟ منو؟ واحد فاعل خير. واحد ايش؟ فاعل خير. فاعل خير؟ منو ذا فاعل خير؟ اسأل أبو عادل. عادل. مالك؟ موضوع ما يدخلش العقل. مو اللي ما يدخلش العقل. الوديعة البنكية حق نايف الكتكوت انسحبها من البنك. ايش يعني؟ يعني انه الوديعة هذه ما حد يقدر يسحبه الا اللي ودع نفسه ولا ورثته. ورثتهم علوش وعليا، لا معهم حصر وراثي ولا معهم شهادة وفاة، ما يقدرش يسحبوني الا لو نايف الكتكوت بعث من القبر. يعني عندك الميت انت يرجع؟ الله يرجع لك عقلك. قومي شوفي لي بدل اسرح اكلم قائد. طيب يلا بس حطي صوتك انت. راقد احسن. صوتك طرق. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تفضل تفضل وانا اخليك تشوف بعينك كل شيء. تفضل تفضل تفضل. من؟ انا يا عم قائد طاهر. من؟ طاهر. لحظة. خير طمنا. الوديعة انسحبها عم قائد. ايش؟ انسحب الوديعة. كيف انسحبت؟ مو درينا. الحين يجلسوا يلعبوا عليها، علوشوا عليها. سهل. طيب كيف؟ اسمع ايش اكلمك. ها. اشتك تروح تتطقص لي الخبر وتطلع لي الحقيقة وتكلمنا بكل التفاصيل. تمام؟ تمام. حقك عليا ولا يهمك. تمام ان شاء الله يطلع دهلي. اوكي ان شاء الله. ايوه يا علوش يا عليا، كذا تلعبوا عليا اقسم بالله لو راحت لكم ما انا قاعد. يا انا يا انت. فرح دين السداد الشفاف. ايش؟ دين السداد دين الشفاف السداد. اسألك بالله. قسما بالله السداد كامل. اخيرا اقول لك جنب عمي راح يبلغوه ان احنا هاربين. ايش قال له ذم عيال اخي نايف. انصدمنا انا وعليا. هذم عيال اخي نايف والدين السداد كامل. طيب منو سدده؟
قال فاعل خير، أنا وعليا غاش نقنن مثل فاعل الخير اللي قسدد. اسمعي، يكون من كان. الحمد لله الحمد لله، أنا فرحان فرح ما يعلم به إلا الله. أنا من الآن انحلت أغلب مشاكلي، أكبر مشاكلي الشفاف، مستعد أجلس بواب داخل عمارة 100 سنة. لا تقولش كذا، لا تفولش على نفسك. هذا إذا ما طلعت العمارة حقكم. عمارة حقنا، ما معانا شهرق ولا معانا حتى ورقة تثبت إن العمارة حقنا. الله يسامحه بي، ما كان شي تقبنا، كل أوراقه كل حاجاته كانت عند عمي. إن شاء الله بنتزوج قريب إن شاء الله. إن شاء الله. سرقتي كذا. ها إيش؟ قصدي يعني عمليتين، وإن شاء الله كل شيء يتم. خلاص راح الهم الكبير، راح الشفاف، أمانة كان يلقط كل شيء. يا رب. كيف؟ يلا بقى. انت مش طبيعي. كيف؟ والله ما انتش انسان طبيعي. ما مش ولا علامة سؤال فوق راسك. سؤال مو منو هذا فاعل الخير؟ فاعل خير، فعل خير وجنبه البحر. ايش عطيتي؟ تعال قل لي منو فك الوديعة؟ منو فك الوديعة؟ منو سبب الديون حق الشفاف؟ منو آخر عسل شاهد ولا كلمة. شو مش تشد يدك علينا كل شوية؟ أقسم بالله. انتبه تمد يدك مرة ثانية. وليش؟ من أنتي عسى الله؟ أنا اللي جيت أرد الحق لأصحابه. خذ يا علوش العقد هذا، العقد اللي يثبت إن العمارة هذه عمارة أبوك، وأنتم الورثة الوحيدين أنتم علياء. عمارة بابا، عمارة بابا. عبد الله توقع بابا. عمارتنا يا لا تصدقوا الكذابة هذه، لا تصدقوها. أنت زوجك الذي يصدقوني ونص. أيوة. علوش عمارتنا. أيوة عمارتنا. أنا حاسة من أول، والله أني حاسة من أول عمارتنا. المالك المؤكد. والله أنا حاسة إن عمارة مين؟ عمارتنا يا عم الله المستعان. لا تصدقوهاش، الله لا الحقيقة خير. أنت وزوجك نبيين الاثنين. يا رب لك الحمد. عمارتنا الخير يجيب يوم واحدة. مبروك يا علوش وعلياء، وأخيرا رجع الحق لأصحابه. الله يبارك فيك. الحمد لله الحمد لله. أنا مش مصدقة، والله مش مصدقة. الحمد لله. يعني كيف نعيش شغالين داخل عمارتنا ده الوقت كله؟ كان يعمل كذا عشان يستبدنا احنا. ليش؟ علشان يستبد احنا، عشان يستضعف احنا وما نقدرش نقول كلمة واحدة. طيب ليش احنا مو عملنا به؟ طمع يا اختي. هذا الآن بالقانون دليل إثبات واضح. يعني متى تكون العمارة دي حقنا؟ خلاص كده خذي حقنا الحين، بيطلع شكون طالع. يعني لم تبى تجلس ساكت على حلوش يا ابن الناس. انا مشيش علوش البنتين، بنتنا دكتوره نزوجها بواب، ما علوش كذاب ما ينفعش، وطفران وجيعان وحالته حاله. حرمني بالثلاث طلقات من وليد. بنتك تضيع ايام يا سداء. علوش ما ينفعش، ما تفهمش، ما نقول اي حاجه، مالك؟ أبا ما العمارة طلعت حق علوش وعلياء، وعقود الإيجارات القديمة فضحت قايد. لا والله كلام صدق. والله صدقك؟ أيوة صدقي، كان قلبي حاسس. سألي أبوك إيش كنت تقول له الآن على علوش. يا حبيب عمتك يا علوش، العمارة طلعت حق علوش. أحسن إنك طلقتي من وليد، ولا حد شل الدكتورة إلا علوش. والآن بصلح له أحلى وأغلى أكل وانزل أكله بيدي. يا قلب عمتك يا علوش. وقالت منافقة. أنت متأكد من الموضوع؟ متأكد؟ يلا يا اسماء ها مالك؟ كيف تصير ريحانة عين قايد هلو؟ قايد يومين مختفي، ما حد داري وينه.
لأنه افتضح فضيحة زي ما أنت فاهم. طبعا مرت نبيل خرجت الخبر كله، فضحته فضيحة صح. الرجال له مالك ولا يحزنون، مجرد وكيل عمارة بس، لكن العقود الأولى والقديمة حق المستأجرين باسم أبو علوش. أنا داري بالموضوع هذا، بموضوع أكبر من كذا بكثير. إيش؟ أقول لك الحادثة اللي وقعت لأبو علوش طلعت طلع إيش؟ والله ما أقول لك، قديش رجعت انشر الخبر، والله ما أصير أقول لهن بنفسي علشان شو الحلاوة. لا بهدر ولا بتكلم، حول ولا قوة إلا بالله. مش معقول انه يطلع سارق ولا ياخذ عمارة عمي نايف. رحنا مالك ساكت؟ اكلم امي جالسه تبكي بالغرفه وانت ساكت. كلمينا قولوا السارق. السرقة عليا وعلوش ومعي الدليل. لو كان نبي ما كسرش تلفوني كان عليا وعلوش الان بالسجن. ورجعت اسكت، ايش من دليل؟ العقود القديمه كلها باسم عمي نايف. رحمه جاوبينا. طيب وين ابوي؟ وانا ايش عرفني في الراح؟ يمكن راح يصلح غلطته. اقسم بالله اللي يجننك وياه. لا حول ولا قوه الا بالله. أخيرا. أنا مش مصدق، أنا مش مصدق إن العمارة طلعت حقنا، وإن ربي رجع لنا شوية من العز حق زمان. أخيرا. أنا كنت عارفة وحاسة ومتأكدة إن العمارة دي حقي. أنا ما كنتش حاسس، لأن لو كنت حاسس كان ما بترجعش حقنا. أنت عشان كده نحس. الحمد لله إنك ما حسيتش. بس حلو التاتش اللي أنت عامله ده. لازم الكل يعرف. مقر لازم الكل يلزم حدوده. مقر ملك العمارة علوش. نايس، حبيت. طبعا كنت بقول علوش وكريمته، لكن يلا اسمعي، الشقة حق عمي محمود تبقى لهم، تبقى يعني مش لهم بس تبقى، يعني ما يدفعوش إيجار بقالة. حلو. الشرع يقول ايش؟ حلال 4. للذكر مثل حظ الأنثيين. ديز. أنا بقسم العمارة بيني وبينك نصين. حلو. أنا شاشة للنص للروف، عشان الروف أعمله جاردان. شو اللي تشتي؟ ميرسي علوش. المهم أنت قاسمتين الوقع وقاسمتين الفقر، الآن قاسمك العز والعمارة. أصيل يا علوش. تكبير! الله أكبر يا معلول. لحظة حسام، بس أنت عارف صدق. والله يا عم علوش أنا كنت حاسس إن العمارة حقك. قال الوقت اللي تستلم مهمتك وتحقق حلمك زي ما ربي حقق حلمنا. الله أكبر. بس أنا عند الله عندك، هو مش خبز. الله صرت حساس. أنت في عمارة محترمة تحترم نفسك مش صفك. الله يتقلك يا معلول. الله يخليك. يا عم فيصل دخل دواديح من عم سواقين. الدواديح. دواديح حبنا. الهدايا لك يا عم علوش. شفتي؟ ومن الآن الأخ هشام في إمرتك والبقالة في خدمتك. تشول اتصالات ما اتصالات عادي بأي وقت ولا تهم. ميرسي ميرسي يا أستاذ فيصل، بس إحنا يعني قادرين نشتري خلاص. جبت لكم عشاء. سبحان الله، لا مش معقول. وعدلوا معكم تيابو سخين، جيبوا بصب لكم. سؤال بس يا معلم، وينو عمكم قائد بالله بحط؟ أكيد عمكم قائد موجود. اتفضل يا حبيبي. هذه الحجة الشرعية الدامغة بالمبايعة من أبوك لعمك قائد ومعمدة يا حبيبي. العمارة الآن عمارتي وبرع من العمارة كله. أوت يلا كل واحد شوف له طريق. باي يلا. ايش تخاصموا؟ عاد نجيب لك عشاء لكم عشة كلب. ويظهر ربي الحق ويزهق الباطل. عمارة عمي يقول من قال ويسقط مصر. المهم جهزوا انفسكم، انت وقتك وباي باي مع السلامة يا عم. انا بطلع وبرجع اشوفكم هنا. اقسم بالله لما كب القمامة اخذكم. اسمع قصدي يا عم ولا قصد ولا ولا اللقاء. افهم كلام. تعبتني انه انت واختك اثنين توم وجيري ومدري من. لعنة الله على من ابليس وعلى من صدق
يعني خلاص خلص الحلم. خلص الحلم. معلش أنا في ذلك، بس عمي فيصل قال لك يا أبو الدوادي. الدواديح مش ممكن دوديحتين بس نبلغ قناة بكلهن. والله ما يقلع عليك لحظة الساعة يا معلوش، بس إنه عمي فيصل وسخ. تفضل تفضل. يعني خلاص خلصنا؟ يعني خلص الحلم حقنا؟ يلا على الأقل لبستوا هذه العباية اللي قدو كملي بلبسش. حتى أنا اشتقت للثوب هذا كثير. يلا أختي. يلا قميش بتوبنا الناس كلهم. يلا. ليش رجعتي الأكل؟ ليش رجعتي الأكل؟ وكمان زعلانة؟ خطيبك طلع كذاب، علوش كذاب، العمارة مش حقه. أجا قايد وقا مبايعة بينه وبين أخوه نايف، بيع وشراء، باع له أخوه من زمان. يعني العمارة مش حق خطيبك علوش. يما مش معقول، أكيد المبايعة مش رسمي. لو كانت المبايعة رسمية الفات تظهر زمان، ليش اللي ظهرت الحين؟ صادق. هي جلس انتي ركعي له هكذا. أقول لك كذاب، العمارة حق قايد. لو المبايعة مش صحيحة ما بيخرجش قايد، يعرف إنه بيتحاسب قانونيا، مش هو لعب. طيب ليش رجعتي الأكل؟ هذا صهيرك عيب، كان مفروض تعطيه الأكل. الله يصهرك إن شاء الله ويجعلك ترجع من وتنشف وخلص منك. اسمع صهير يا أبو صهير، ما عاد اشتيوش أني عشي من عشة كلاب. قد طردوا قايد، خرجوا من العمارة هو واخته زي الكلاب. خلي اللي واقي واللي رايح يتفرج عليهم ويضحكوا. ما هلوش بالعمارة يا علوش. مين معاك للتيك تاك وده انا جاي افتح لك؟ ها مين معانا للتيك؟ اهلا، تعال هنا تعال. مين ابويا عم قاعد يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله اكبر. مين ابويا عم قاعد؟ يطيروا الشياطين من العمارة، وخاصة معي شيطان. الآن العمارة حق بالإثبات والدليل، ومعك يومين يا نبيل، تمام؟ وتفرغ العمارة. يا عم قاعد الورقة اللي معاك تضره، هذه الورقة مزيف مزور. مزور؟ ايوه. طيب اثبت العكس. يعني انت ما عندك شيء، يعني ما عندك شيء تقول لي بالموضوع بالصريح. الشي مليون، زي ما كنت مكني مليون اديلك الشي مليون وعامله بالمثل. يعني شقة قرعان جو. يعني كيف الآن يا أختي؟ أنا مانيش عارف اللي بنفعله ده صح ولا غلط. ايش يفرق يعني؟ ليش يفرق صح ولا غلط؟ يعني خلاص ما عادش حل ثاني. اعتقدش. لو معك حل ثاني قل لي. أنا بالنسبة لي خلاص خلصت كل الحلول. وأني كمان كملت كل الحلول عندي. قل بسم الله.
اغفر لنا يا أرحم الراحمين. يلا نقوم نصلي ركعتين، توكلنا. يلا. ليش ما حد يرد؟ لا علوش ولا علياء. أنا بنزل أشوفهم. علوش، علياء، علوش، علياء، علوش، فين راحوا؟ مش معقول، مستحيل يخرجوا بدون ما يكلموني ولا يودعوني. ليكون الخسيس قايد عمل بهم حاجة. الله يستر. يا عم قائد، اشي كلمك موضوع ضروري. مش شغلك، مش وقتك. اقول لك ضروري. مش شغلك، مش وقتك، امشي، مش شغلك. وانت ايش جابك لهنا؟ والله جيت اشوف انك تراجع نفسك وتعطي الحق لاصحابك. ايش نراجع نفسك؟ انا منعتك من دخول عمارتي ولا لا؟ ايش دخلك؟ ايش حشرك بالموضوع؟ قل لي. جيت اشوف وين علي وعلوش، وين عيال اخوه. ما لكش دعوه. عيال اخي وانا حر فيهم. كرشتوهم، طردتوهم، ضربتوهم، خرجتوهم، ايش دخلك؟ كيف تطردهم؟ وهذه العماره حقهم وحق ابوهم. اسمع، احترم نفسك، ما لك دعوه. عمارتي هذه حقي انا، وعندي بصيره ووثيقه معمده من المحكمه ومن السجل العقاري، مبايعه. صح ان كان حق اخي، لكن هذه مبايعه اخي، وهذا ابهام اخي نايف الكتكوت. الحقة هذه مزورة يا قائد، حقتك مزورة.